النهارده هنعمل الكوسة بالبشاميل. شايفين العظمة والجمال؟ لو أول مرة بتشوفيني، أنا أماني محمد وقناة اسمها مطبخ كيوي. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان توصلك كل فيديوهاتي. يا سيدي على العظمة والجمال، بصوا حاجة تحفة جدا. يلا بينا، مش عايز اطول عليكم، تعالوا نخش على الوصفة ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. خطوات بسيطة وسهلة جدا عملناها. اول حاجة هنجيب طاسة ننزل بيها بالبصل، وهنعمل ايه؟ هنعمل العصاج بتاع اللحمة. معايا كده بصل، هنزل بقى هسيبه كده. بحب ان البصلة تشرب ميتها، بقلبها كده تقلبتين، وبعد كده ببدأ انزل بالمادة الدهنية عليها: زبدة، سمنة، زيت. زيت وسمنة، زيت وزبدة براحتك اللي عندك حطيه. نزلت بالسمنة بتاعتي كده اهو، وهجيب شوية زيت برضو، وهبدأ اشوح كده البصلة بتاعتي لغاية لما تاخد لون بسيط كده، تبدأ تصفر. وهبدأ انزل عليها ببقية الحاجات اللي عندي، هنشوف مع بعض. انا بحب احط جدا في العصاج بتاع اللحمة فلفل اخضر، ولو عندي الوان برضو بحط. نزلت كده بالفلفل الاخضر، وبرضو بديله تشويحتين كده اهو، ما بدبلهوش، لا بديله تشويحتين بسيطة لاني لسه في مراحل تانية كتير، فببدأ ان انا اديله تشويحتين بسيطة. كده البصل عندي كده اصفرت بسيط، فببدأ اركنها وببدأ انزل باللحمة العصاج بتاعتي. بحب ان هي تشرب اي سوائل فيها، علشان ما تعمليش ريحة زفارة. لو انت جربتيها انك انت تحطيها كده على طول على المادة الدهنية او على الطاسة على طول، ان هي تشرب كل السوائل اللي فيها، صدقيني هتعجبك جدا. ببدأ كده اديها تشويحتين لغاية لما اللون يتحول من اللون الاحمر للون البني كده زي ما احنا شايفين. وبعد كده لما احس ان كل العصاج بتاعي ان اخد طشه كده او تشويحه في الماده الدهنيه، ببدا انزل اشوح كله مع بعضه، الفلفل والبصل مع اللحمه، ادمج كل المكونات مع بعضيها. ببدا ادمجها كويس قوي وبتاكد ان كله اخد اللون المظبوط. وبعد كده هجيب البهارات بتاعتي بقى اللي هتخلي الطعم تحفه. ابدا كده انزل ببهارات لحمه او 7 بهارات. بنزل بفلفل اسود، كزبره، ممكن احط حتة شطة بسيطة، وممكن احط حتة بابريكا بتديني لون حلو قوي. وطبعا هحط الملح بتاعي على حسب ما احس ان الحياء بتاعي خلاص بقى مظبوط. وهبدأ كده، انا بحب اخلي لون اللحمة بتاعتي محمر، فبنزل كده ب3 4 طماطميات معصورين. وبزودهم شوية مية بحيث اللحمة بتاعتي تستوي كويس قوي. هنا كده كانت خلاص العصاج بتاعي استوى. شايفين لونه تحفة ازاي؟ جميل جدا. انا بعشق العصاج بالدرجة دي يا جماعة. هنا بقى في طاسة تاني، وهبدأ اجيب برضو بصلة بسيطة واخليها تشرب ميتها كده بسيط، وانزل عليها بالمادة الدهنية. وبعد كده هشوحها كويس قوي، هنزل بالزيت مع السمنة او السمنة مع او الزبدة مع الزيت، وبرضو بديها تشويحتين كده اهو. بعد كده معايا كوسة متفرزة يا جماعة، بعد ما اللون بقى حلو قوي كده بتاع البصلة، هبدأ كده اجيب الكوسة بتاعتي انزلها، اديتها شطفة كده ونزلتها على طول على النار، ما بسيبهاش تفك عشان الكوسة لونها ما يتغيرش مني. وهبدأ اشوح في الكوسة لغاية لما احس ان هي دخلت في السوا، وابدأ اني انا آه، احس ان هي خلاص دبلت كده ودخلت في السوا. ابدا احط عليها كزبره وفلفل اسود، واحط عليها 7 بهارات برضو، واحط عليها الملح بتاعها، واحيقها الحياء المظبوط. كده حسيت ان الكوسه بتاعتي خلاص دخلت في السوا كده ودبلت خالص مني. هبدا بقى اطفي عليها واركنها على جنب، ونشوف المرحله الثالثه هنعمل ايه. هنبدا كده نعمل البشاميل بتاعي. انا هنا مزوده البشاميل شويه علشان كنت بعمل كذا حاجه تاني. فانتي هتحطي 3 معالق من الدقيق على 3 معالق من السمنة والزيت او الزبدة والزيت، وهتبدأي كده تقلبيهم مع بعض كده لغاية لما تحسي ان ريحة الدقيق طلعت. هنا يا جماعة انا بقول لكم تاني، الكمية عندي متضاعفة علشان انا كنت بعمل حاجات تاني معاها. وبتنزلي بلتر لبن بس على ال3 معالق الدقيق بتوعك. تمام. انما انا هنا كنت حاطه حوالي كوبايه من الدقيق، او ممكن اكتر، علشان كنت بعمل حاجات تاني هبقى انزلها لكم في فيديوهات تاني ان شاء الله باذن الله. بدأت كده ان انا اخلي كل الدقيق بتاعي هيتشوح مع السمنة بتاعتي او الزيت، وبدأت انزل بيه باللبن كده اهو حبة كده محترمين، وابدأ كده اقلب واشوف. وعندما بدأ يتخن ببدأ اخففه، وكل مرة ببدأ اخففه على حسب القوام اللي انا عايزاه. طبعا ما بخففوش خالص، وفي نفس الوقت ما بسيبوش تخين علشان ما تبقاش الحاجة مجبسة في بعضيها. بحب الحاجة تبقى جوسي كده في بعضها وتبقى حلوة. لو عندك حتة قشطة حطيها، عندك مثلثات
جبنة حطيها في البشاميل بتدي طعم تحفة جدا. يعني كل ما كلفتي الحاجة وكترتي وبطلتي تستخسري هتلاقي الحاجة تطلع معاكي طعمها حلو، وهتديكي نتيجة في الاخر عظمة جدا. شايفين ده القوام اللي وصلت له؟ قوام كريمي جدا، يعني حاجة تحفة من الاخر بصراحة. كده بدأت كده انزل ارص بدأت رصيت كده الكوسة بتاعتي من تحت خالص. ممكن تعمليها صفين، صف من تحت واللحمة من في النص وكوسة تاني. انا بدأت نزلت الكوسة من تحت وبعدين اللحمة من فوق، ونزلت ببشاميل وجبنة من فوق كده ودخلتها الفرن. اخدت وش كده، وشايفين الجمال والحلاوة. تعالوا كده نقطع حتة كده ونشوف الكوسة قد ايه مستوية. شايفين كده يا جماعة قد ايه هي جوسي وتحفة جدا. صدقوني الطعم كان حكاية كمان. لو جربتوها هتعجبكم جدا. مستنية ارائكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان توصلكم كل فيديوهاتي، واسيبكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.